السلام عليكم. ليه الناس مش مبسوطة من المنتخب رغم الانتصارات المتتالية وتصدره لمجموعته في تصفيات أفريقيا أو تصفيات كأس العالم؟ حاجة غريبة جدا يعني. نتائج كويسة بس الناس مش مبسوطة. لما نيجي نبص على سكواد المنتخب هنلاقي السكواد ولا غلطة، يعني باستثناء الظاهرين بس. يعني لما تيجي تبص على راس الحربة هتلاقي عندك مصطفى محمد وعندك عمر مرموش وعندك بديل ليهم أسامة فيصل، وممكن تضم محمد شريف من الدوري السعودي. ممكن تبص على مروان حمدي بتاع بيراميدز اللي كان مع كيروش قبل كده. تبص على الأجنحة، الجناح اليمين صلاح واحد من أفضل اللعيبة في العالم. البديل بتاعه مصطفى فتحي واحد من أفضل اللعيبة في الدوري. تبص الناحية التانية هتلاقي تريزيجيه ما شاء الله موفق جدا وأداء هايل. بديله ابراهيم عادل لاعب المنتخب الاولمبي من بره القايمه، ما انضموش اصلا. ممكن تاخد حسين الشحات، ممكن تاخد رمضان صبحي. فالاجنحه وراس الحربه ما فيش مشكله. تيجي لنص الملعب حدث ولا حرج يعني. حدث ولا حرج. عندك مركز ستة مروان عطيه، وعندك اكرم توفيق اللي ما انضمش، وعندك مهند لاشين بتاع بيراميدز، وعندك اكرم زيزو في مركز 8، وعندك قفشه اللي ما انضمش، وعندك امام عاشور في مركز 8، وعندك حمدي فتحي بيلعب في قطر، وعندك كوكا من المنتخب الاولمبي وعندك النني ما بينضمش، عندك سام مرسي ما بينضمش. فعندك يعني جيش في نص الملعب. لو عايز تختار اللي انت عايزه هتختار منهم ثلاثه يلعبوا. حراسه المرمى برضو عندنا ما فيش فيها مشكله. الشناوي، مصطفى شوبير ما اعرفش هو بيضم مهدي سليمان ما علينا، بس في الشناوي بتاع بيراميدز، في عواد، في صبحي بتوع الزمالك. ما فيش مشكله في حراسه المرمى. حتى الظاهرين هم بس فيهم مشكله، لكن حتى المساكين رامي ربيعه، محمد عبد المنعم، مفيش مشكله في عندنا بقى المشكله في الظاهرين. الظاهرين يعني حتى عندنا فتوح من الزمالك الظهير ايسر ربنا يفك دقيقته عنده مشكله. محمد هاني مصاب، عمر كمال ما بينضمش. الناحيه الثانيه محمد حمدي هو بس لعيب بيراميدز اللي متاح. في الدوري هتلاقي يا اما علي معلول متالق، عمر جابر في الجناح التاني ما بيتاخدش برضه متالق، ما بيتاخدش الصراحه. ما فيش ظهير مميز نقدر نبني عليه، يعني حاجه زي اشرف حكيمي كده في اليمين كده. محمد الشيبي برضه بتاع بيراميدز، اللي هو الناس اللي بترفع الاوبر بالمسطره دي، اللي هي اللي من اي وضعيه. وما عندناش احنا اللعيبه دي الظاهرين. هي مشكله في الظاهرين بس. لكن مع ذلك ما فيش، مش مبسوطين، مش حاسين ان المنتخب فيه اداء، مش حاسين فيه استراتيجيه لعب. هل احنا بنلعب ضغط عالي مثلا؟ بنلعب استحواذ، بنلعب باصات قصيره وبنبني الهجمه من تحت. طب بنلعب على الكره الثانيه بنسيب الاستحواذ الفرقه؟ لا، ما فيش الكلام ده. هي باصه الثانيه العب من ورا المدافعين لتريزيجيه او صلاح او مصطفى محمد او مرموش اللي يطلع يجري واللي يلحق بقى، او ان كره عرضيه فتترد زي جون تريزيجيه كده. ما فيش شكل. الكلام ده مع الفرق المتوسطه زي كاب فيردي، زي اثيوبيا، زي موريتانيا، زي اللي لعبناها الماتش الاخير ده. في سذاجه دفاعيه في الحاجات دي ممكن تجيب معاهم بالبلدي كده. الكور دي تجيب، اللي هو باصه الثانيه ارمي ورا دي خط الدفاع او جون في هرجله يجيب. انما تكتيك ونصبر على اللعب ونبني الهجمه والكلام ده لا، مفيش. نفس الحاجه انت مش فاهم دور صلاح ايه يعني. جناح يمين بنشوف ارني سلوت في ليفربول بيديله مهام دفاعيه. احنا لا، احنا مريحين صلاح خالص يعني. زيزو بيغطي مكانه. مروان عطيه الماتش اللي فات كان بيلعب باك، يعني بيعتبر باك يمين من نص ملعب مركز سته وباك يمين عشان صلاح. ما نقدرش نتعب صلاح يا جماعه، لا مش كده. يعني الفتره الذهبيه لمنتخب مصر كانت مع كيروش. كانت كيروش وكان بيميزه انه بيطلع لعيبه، وكان عامل التزام دفاعي للمنتخب وشكل دفاعي وازاي نطلع نبني بالهجمه وامتى نجيب جون وامتى نهاجم وامتى ندافع. كيروش ده اتظلم الصراحه، مدرب هايل اتظلم يعني، وحظه كان وحش جدا. قدرنا في افريقيا ان احنا نطلع الكاميرون وطلعنا المغرب اللي هي خدت رابع عالم، وهنا في النهائي مع السنغال الماتش خلص ضربات جزاء. السنغال ما قدرش، كان اقوى فريق في القاره السنغال ما قدرش يعمل معاه حاجه، بس خلص ضربات جزاء. برضه في تصفيات كاس العالم الماتش الفيصل طلع مع السنغال دونا عن الفرقه كلها طلعت لنا السنغال تاني. كان مقرر كيروش يعني مش. وبرضه قدرنا نكسب هنا 1-0 ونطلع هناك في اجواء. يعني ماتش السنغال بتاع كاس العالم ده الجماهير كانت ناقصه تنزل تاكلنا يعني. الجماهير ليزر وتشجيع ورمي ازايز وارهاب للعيبه في الملعب. لا لا، هو ده الجمهور يا جماعه. هو ده الجمهور بصراحه، واللي بيعمله عشان فرقه، عشان منتخب بلده.
يعني الناس بتشتكي طبعا كمان من الجمهور اللي ما بيروحش. يا عم انقل الماتش اسماعيليه يا عم، يا عم انقله السويس يا عم، يعني انقله اسماعيليه ولا السويس، ولا هاتوا بني سويف حتى، استاد صغير 15 اسكندريه الناس بايه 15 20000 هيملوا الاستاد والناس متشوقه يعني. والتذكره غير يعني اعملها بتكلفتها زي ما كان سامع الكابتن شويه بيتكلم في الموضوع ده، اعملها ب 40 جنيه يا عم، اعملها ب 25 وشيل انت الفرق يعني، بس الاستاد يبقى مليان. شوف الجزائر بتلعب ولا المغرب، المغرب كانت بتلعب في مدينه وجده، الاستاد مليان وبيلعبوا افريقيا الوسطى، يعني بيلعبوا افريقيا الوسطى والاستاد مليان. يقول لك عزوف الجماهير، اصل كابتن حسين يطلع لك اصل الاعلام هو اللي خوف يا راجل يا راجل. فالمنتخب كان ليه شكل مع كيروش آه واضح، وفي لعيبه بتطلع ورانا محمد عبد المنعم، ورانا مروان حمدي، ورانا مهند لاشين، يعني ادانا شكل لل... للمنتخب الصراحه يعني. فاحنا ما لعبناش ماتش قوي غير كرواتيا وكان ودي وخسرنا 4. فمحتاجين حتى الوديات يا جماعه، واول المنتخب لما يجي ماتشات وديه نبتدي نشوف شكل المنتخب قدام الفرق الثقيله. ده اللي هيخلي كابتن حسام يعمل تكتيك ويعمل ويهتم بالامور الدفاعيه وي وي وي. بس فهو ده، بس عشان الناس كانت بتقول ليه الاداء المنتخب بيكسب والناس مش مبسوطه، هو ده بسبب اللي احنا قلناه كل ده. فاتمنى تكون الرساله وصلت، حتى برضو بموضوع الجماهير انقلوا يا جماعه الماتشات لاستادات صغيره وفي الاقاليم، خلي الناس تتفرج على منتخب بلدها يعني. السلام عليكم.